رجعنا تاني معاكم وانضم لي نجم من نجوم نادي امبي ومن اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري. سنه صغير ولعيب سريع، جوكر في نص الملعب، لعيب مميز جدا. وكل المدربين في انديه الدوري الممتاز يتمنوا ان يكون عندهم لعيب زي اسلام عوض. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام. تمام الحمد لله. يعني قبل ما اتكلم معاك عليك انت بصفه شخصيه وتفكيرك الفتره الجايه، عايز اتكلم على امبي. في ايه في امبي السنه دي؟ الامور يعني بعد ما خدتوا كاس مصر وخلاص وكسبتوا نادي الزمالك في ماتش صعب جدا في نهائي كاس مصر، وقلنا خلاص امبي بقى السنه دي هيخش في المنافسه على الدوري، لكن الامور مش مظبوطه. مركز اعتقد ال 15 6 نقاط، يعني مش ده وضع امبي اللي احنا متعودين عليه. وامبارح طبعا سمعنا او عرفنا طبعا ان كابتن مختار خلاص مش هيكمل مهمته مع امبي، وان في بعض المفاوضات مع بعض المدربين وفي مقدمتهم الكابتن حسام البدري. ايه اللي بيحصل في امبي؟ والله احنا بعد ماتش الكاس، مم. يعني بعد ما خدنا الكاس وكده لقينا ان احنا في ما فيش حتى ماتش الداخليه. لعبنا ماتش الداخليه كسبناه بصعوبه في ملعبنا. مم. بعد 3-2 كده انا فاكر الماتش ده. كنا خسرانين 2-1 اه بالظبط. وجبنا جولين دي في اخر فوني. بالظبط. مم. فالامور برضو ما كانتش ماشيه كويس بعد الكاس. ايوه. ف ما قدرناش ان احنا ناخد بنقط في الدوري يعني. فدي اثرت علينا. مم. وقعدنا الفتره اللي فاتت دي كلها مش عارفين ايه السبب، لدرجه ان انا ما كنتش موجود مع الفريق الفتره مم. اللي فاتت دي. فاول ماتش كان ليا كان ماتش الجيش. حسيت ان حتى بيخش فينا جوال غريبه. الماتش اللي فات ده. يعني الماتش اللي فات دخل فينا الجول الاول، ما مش جول اصلا. مم. فالكابتن الحكم ساعتها حسبه و الكرة ايه خبطت في العارضة خبطت في العارضه وما ردتش مرتين جوه، وما ردتش جوه. ردت بره. وشاطوها تاني ما ردتش جوه برضو مم. حسن. وحسبها. مم. ففي سوء توفيق الفتره دي، واحنا مرينا بيها كتير. مم. و انت لعبت الماتش اللي فات. لعبت مم. فانا يعني انا استغربت بصراحه الفتره اللي فاتت دي داخل فينا جوال كتير. مم. مش عارف ايه السبب. يعني انا حاجات غريبه بقت تحصل كده. الواحد ما بقاش عارف يعني من ايه. اللعيبه بقت بتلعب كويس، مم. واللعيبه بتعمل مجهود كبير، واللعيبه شايله مفيش توفيق المسؤوليه. قصدك مفيش يعني. توفيق. لا مم. مفيش توفيق، وربنا يسهل الفتره الجايه يعني ان شاء الله. شايف مين الاقرب من خلال الكلام اللي انت بتسمعه في امبي ان هو ممكن يكون المدير الفني القادم لنادي امبي؟ والله انا سمعت كابتن حسام. حسام البدري. يعني انا سمعت حتى اللعيبه كانت بتقول، مم. بيقولوا كابتن حسام البدري، وفي لعيبه بتقول كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم. مم. بس لسه ما حدش عارف. يعني لسه ما حدش عارف مين اللي هيبقى موجود مم. يعني. اسلام، انا عارف ان انت الفتره اللي فاتت كنت يعني في شويه مشاكل كده مع الكابتن مختار، ان انت كنت عايز تنتقل لنادي الزمالك والزمالك كان عايزك والامور كانت مهيئه ان انت تروح، لكن كان طبعا كان في تمسك من الكابتن مختار والكابتن علاء عبد الصادق. دي دخلتك في مشاكل شويه وبعدتك عن الفرقه وانت كنت يعني فتره بعيد عن الماتشات والتدريبات. هل تمسك نادي ام بي بي كاسلام عوض بعد رحيل كابتن مختار الامور هتختلف؟ اولا انا فاضل لي في عقدي مم. سنه ونص. يعني نص السنه دي والسنه الجايه. انا اول السنه طلبت من كابتن علاء وكابتن مختار ان انا امشي. فكابتن علاء قال لي لا، ما مش هينفع تمشي. واحنا كانت فرقتنا مثلا، كنت انا ووليد وكان في كذا عنصر كده يعني. عليهم كلام ان هم ينتقلوا بالظبط لانديه ثانيه. وليد سليمان راح الاهلي. بالظبط. مم. ما ينفعش تاخد كل العناصر اللي كانت اصلا مفنشه الدوري. ما ينفعش تاخدها كلها من الفرقه كده الفرقه. تقع. مش هتبقى. ده كلامه ليك، كلام كابتن علاء. بالظبط. فقال لي كده كده يعني. انا مش انت عقدك فاضل لك سنتين. كان ساعتها اول الموسم. قال لي فاضل لك سنتين، انت تخلص معايا السنتين وتمشي. قلت مم. له يا كابتن علاء، يعني انا خلاص انا اديت للنادي 6 سنين، وانا حابب ان انا اروح نادي الزمالك. ويعني دي بالنسبه لي خطوه ثانيه، مم. وده مستقبل. فاتكلمت معاه كتير، واتكلمت مع سياده الوزير، وقال لي يعني هو قال لي فتره الانتقالات ان شاء الله من اللي هي اللي جايه دي. اللي جايه دي. مم. الكلام ده اول السنه كان أيوة. قدام كابتن علاء وكابتن مختار. قالوا لي بس خليك موجود. ركز الست بالظبط. شهور دول او الاربع شهور دول، وبعدين فتره انتقالات نتكلم. بالظبط كده. مم. بس طبعا الاحداث اللي بتحصل اليومين دول غريبه جدا مم. طبعا. ان كابتن مختار ما يبقاش موجود، وان كابتن علاء عبد الصادق، دي بالنسبه للعيبه صدمه طبعا ان مم. كابتن علاء ما يبقاش موجود.
كابتن علاء بالنسبه للعيبه حاجه كبيره، انا عارف ان هو راجل منظم جدا وهو كان متحكم في كل حاجه في نادي امبي الفتره اللي فاتت، لا هو او في كان منظومه كره القدم يعني. كابتن علاء كان كل حاجة يعني، مم. هو كان همزة الوصل بتاعتنا، احنا على طول على كابتن علاء في كل حاجة. مم. كان هو يعني مسيطر على اللعيبة جدا، مش مسيطر عليهم لا يعني بحب بحب، يعني، بحب بالظبط. يعني. فاحنا كنا دايما مع كابتن علاء في كل حاجة في يعني. كل التفاصيل. يعني اللعيبة كانت بتمضي العقود على بياض، يعني ما يعرفوش العقد فيه ايه، عشان ثقه في كابتن واثقين علاء في كابتن علاء. وفي النادي. فدي طبعا مش في اي مدير كوره يعني، مش في مم. اي مدير كوره ان هو ممكن اللعيب يكون جاي له اهلي وزمالك، وتلاقي اللعيب فاضل له مثلا 3 سنين، وتلاقيه بيجدد لك كمان سنتين مم. حبا في الراجل ده. يعني الراجل ده يعني هو فعلا اللي شايل نادي انبي. كل اللعيبه بتحبه. لا كل اللعيبه بتحبه لدرجه ان احنا كلنا اتصدمنا يعني، ما حدش طب شايف ان هو ممكن كابتن علاء يرجع تاني لو كابتن حسام البدري مثلا جه او مسك الفرقه، ولا شايف ان الامور صعبه ان كابتن علاء خلاص قرار نهائي من اداره امبي؟ احنا اتكلمنا مع الاداره. الاداره. طبعا هم عملوا اجتماع على طول تاني يوم بعد ما كابتن علاء وكابتن مختار سابوا الفريق يعني. مم. قالوا لنا احنا يعني احنا القرار اللي احنا خدناه ده، احنا بقالنا كذا ماتش مش ماشيين كويس ومش عارفوا ايه. مم. قلنا لهم احنا دايما يعني بنبقى في الفترات دي دايما ما بيبقاش، مش دايما بنبقى بنكسب، ومش دايما بنبقى ماشيين كويس. مم. وحتى لو حضرتك مثلا مشيت جهاز، طب كابتن علاء ايه يعني علاقته؟ علاقته ما هو مش اجهزه كتير، مم. فليه كابتن علاء يمشي؟ مم. فقعدنا نتكلم، قالوا لنا مفيش حاجه هتتغير، وكل اللي كابتن علاء بيعمله هيبقى موجود. لكن يعني انت حسيت ان القرار خلاص من نادي امبي انا ان كابتن حسيت علاء ان ما هم يكونش موجود الفتره الجايه؟ بالظبط. بس احنا بقى حاسين ان يعني احنا حاسين ان وجود كابتن علاء مهم يعني، مم. مش قادرين ان احنا نتخيل مثلا ان هو مش موجود. مم. فدي اثرت علينا كلنا، و... وربنا يعديها الفترة دي علينا يعني، ومش عارف طبعا اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ ربنا طيب يسهل هل يعني. هل كابتن مختار الفتره اللي فاتت كان في مشاكل مع بعض اللاعبين في الفرقه، ولا الامور كانت ماشيه لكن هي سوء التوفيق بس؟ لا ما كانش فيه مشاكل خالص مم. يعني، ما كانش فيه مشاكل، بالعكس ده كابتن مختار يعني مش عايز اقول لك شخصية طيبة جدا مم. ومحبوب جدا. بس هو كابتن مختار بعد ماتش الكاس الامور حتى قعد ينبه اللعيبه. مم. كان في فرحه زياده عن دايما اللزوم وكده. دايما كابتن مختار بيعمل اجتماعات كتير، مم. ودايما بيقعد يقول لهم انا يعني، هو كان خايف الوضع الوضع ده اللي انتوا فيه بالظبط. دلوقتي ده. كان يقول هو سلاح ذو حدين يعني، يا اما نكمل بعد الكاس ونبقى ماشيين كويس في الدوري مم. ونعمل نتائج كويسه، يا اما نبقى الكاس ده يبقى بالنسبه الفرحه لنا تخليكم تحسوا بنفسكم وما تركزوش بالظبط كده. مم. فهو ده اللي حصل. فان احنا فعلا ما عرفناش ان احنا نبقى يعني ما كناش قد المسؤوليه، مع ان انا والله يعني الفتره اللي انا كنت بعيد عن الفريق وكنت بروح اتفرج عليهم، مم. كنت بلاقي ان اللعيبه فعلا بتعمل اللي عليها، يعني اللعيبه بتعمل اللي عليها وبتأدي. انت عارف بدايه الانهيار فين في امبي؟ ماتش الجونه. بالظبط. مم. صح. كنتوا كاسبين 3-1، انا اتفرجت على الماتش ده بالظبط صح. وخلاص الماتش ناقص هو 7 كان دقايق صح. وطك حاجات طك غريبه. هدفين ورا بعض كده الماتش قلب، الجونه اتعادل. حسيت بعد كده ان امبي كيرفو نازل، مش قادرين تفوق تاني، رحتوا رايحين اسكندريه مغلوبين 3 من الاتحاد بالظبط صح. والدنيا وقعت شويه. بالظبط. مم. هي ماتش الجونه فعلا كابتن مختار يعني كل اجتماع يقول ماتش الجونه هو السبب. مم. ماتش الجونه اصل احنا خسرنا بطريقه غريبه. تعادلتوا. تعادلنا بس بطريقه اكنها خساره، انت بالظبط كسبان 3-1 يعني. والماتش خلصان. الجول الثالث يعني مهزله ده، فاكره. ما ينفعش هيدخل ازاي؟ ابو جبل طلع مش عارف طلع. بالظبط. مم. وبعدين تحس ان يعني احنا كلنا من بره مش مصدقين مم. يعني، قاعدين ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه. كأننا بنشوف ماتش تاني. فطبعا ده كانت نقطه تحول فعلا. عارف بالاضافه لايه كمان، انا من خلال الماتشات اللي بتفرج، الثلاثه اللي ورا عمرو فهيم وعبد الظاهر السقا ومانو، ما غيابهم اثر كبير، ان هم ثلاثه خبره وثلاثه تقل وثلاثه قياده للفرقه في الملعب، بالظبط صح. كبار في السن فاهمين بيكلموا اللعيبه، فعدم وجودهم مره واحده الثلاثه او بالظبط. عمرو فهيم وعبد الظاهر يعني على وجه الخصوص ده برضو اثر بشكل كبير في دفاع نادي امبي او طبعا. كالفرقه ككل يعني. طبعا هو الكابتن عمرو وكابتن عبد الظاهر يعني فرقوا معانا الفترة اللي فاتت دي مم. بطريقة كبيرة، بس كابتن عمرو رجع بقاله كذا ماتش موجود يعني. مم. وفي ورامي صبري برضو كان موجود واتصاب. فاحنا يعني والله مش عشان يعني اي مساك عندنا
المساكين كلهم لعيبة كويسة. كلهم لعيبه كويسه. لكن احنا بنشوف ان انا لقيت جوال غريبه بتخش، يعني تلاقي اللعيب عندنا مثلا يطلع الكره يلاقيها راحت في اتجاه تاني، وتلاقيها راحت مثلا وسط خمسه اللعيب. حتى لو شفت في ماتش الجيش عندنا مش عارف مين قلش الكوره قامت رايحه لابو كونيه لوحده وحواليه خمسه مثلا، والجول الاولاني مش جول فحظنا وحش يعني. رجعتوا ازاي للماتش اللي فات ده؟ يعني 2-0 برضه صعبه مع الظروف اللي انتوا فيها، بس قدرتوا ترجعوا. وكان احمد رؤوف بنتكلم انا هو في التليفون، احمد صاحبي قوي، فقال لي احنا كنا ممكن نكسب كمان في الشوط الثاني. هو احنا الشوط الاول الدنيا كانت دايما، الشوط الاول في اي ماتش الدنيا بتبقى متقفله وكل مدرب مقفل الملعب فالامور ما بتبقاش سهله الشوط الاول. الشوط الثاني هو فريق الجيش رجع، لان هو طبعا كسبان 2 فعايز يحافظ. وابتدى كابتن فاروق يطلع مثلا فيرود وينزل نص ملعب وابتدى يقفل وكده. بس احنا يعني الفرقه عايزه تكسب، يعني احنا بقالنا كذا ماتش عايزين نكسب. احنا بنجيب جوال كتير بس بيخش فينا جوال كتير. فهي دي مشكله. وبعدين انت ما بيدخل فيك جول بتبقى عايز تعوض، وبعدين تعوض تلاقي دخل فيك الجول الثاني، فتحس ان الامور بتبقى صعبه على الفراوده كمان. ما اعرفش يعني، ان شاء الله الفتره الجايه دي الامور تتحسن. طبعا بنقول كابتن مختار مدرب كبير جدا، يعني ان شاء الله يبقى في فرصه في نادي تاني بشكل احسن. وكابتن مختار عمل انجازات كتيره وكبيره، شفناه طبعا مع فريق بتروجيت، شفناه مع المصري السنه اللي فاتت عمل ماتشات حلوه جدا. فيعني اكيد عدم التوفيق، وبعدين واخد كاس مصر مع امبي، يعني كسبان الزمالك في 80,000 متفرج. ما دي حاجه غريبه فسوء توفيق يعني، مفيش مشكله طبعا. وكابتن علاء عبد الصادق بنشكرهم شكرا جزيلا على الفتره الكبيره، ولسه القرار كمان لاداره نادي امبي. عايز اتكلم معاك انت بقى، يعني اسلام عوض، ان انت كنت الفتره اللي فاتت عايز تروح الزمالك، يعني دخلت شويه في مشاحنات، مش عايز اقول مشاحنات لكن عايز اقول ان انت اصريت على انتقال نادي الزمالك، نادي امبي رفض، قعدت في البيت شويه ما كنتش عايز تتمرن. ودايما انا ما بحبش اللعيب اللي هو يقعد في البيت اتمرن بس انت طبعا كنت ايه يعني بتضغط بشكل من الاشكال اللي انت عايز تروح نادي الزمالك، وكانت رغبتك اللي انت تروح الزمالك. يعني انا حابب نادي الزمالك وحابب جماهير نادي الزمالك، ونفسي اكون موجود في نادي الزمالك. انا طبعا اتمرنت مع كابتن اسماعيل يوسف منتخب الشباب. واتمرنت مع انت دفعه مين؟ محمد سمير وسامح فضيل ورامي صبري وشريف اشرف. المنتخب اللي كان كابتن اسماعيل طلعت بالظبط. فطبعا انا رايح يعني شرف لاي لعيب ان هو يلعب في نادي الزمالك وان هو يتمرن مع كابتن حسن شحاته وكابتن اسماعيل يوسف. انت انضميت كمان لمنتخب مصر مع كابتن حسن، منتخب مصر الاول. بالظبط. فحاسس ان الامور مش بعيده عليا، يعني مش رايح لسه فريق، وكل لعيبه نادي الزمالك زمايلي. فمش حاسس ان انا رايح في جو انا ما حضرتوش قبل كده او ما عشتوش قبل كده. فحاسس ان الامور بالنسبه لي هتبقى كويسه. وطبعا يعني جماهير نادي الزمالك دي يعني جماهير بصراحه، يعني انا نفسي العب قدام الجماهير دي بالظبط، ونفسي اكون مع نادي الزمالك ونفسي افرح جماهير نادي الزمالك. فانا بصراحه يعني انا قعدت فتره كبيره قوي من اول السنه وانا بكلم في الاداره وبكلم في سياده الوزير واتكلمت مع كابتن علاء كتير. فان شاء الله الفتره الجايه دي الاداره باذن الله توافق ان شاء الله. وانا كنت واخد وعد اول السنه من سياده الوزير ان في الانتقالات ان شاء الله ان انا امشي. فان شاء الله الفتره دي باذن الله الامور تبقى احسن يعني، واقدر ان انا اروح نادي الزمالك يعني. لسه برضه عايز اسالك بعض اسئله على موضوع الزمالك، لكن نطلع فاصل كده نريح شويه ونريحك شويه ونرجع تاني مع اسلام عوض لاعب نادي امبي.